لو بتكسل في العبادة في رجب يبقى لازم تقف مع نفسك وقفة صدق. مش كل كسل تعب، في كسل سببه إن القلب بقى تقيل، أتقل من الذنوب، أتقل من التسويف، أتقل من البعد اللي تراكم حتة حتة. رجب مش شهر عادي، رجب يرس إنذار. اللي نايم في رجب غالبا هيفضل نايم في شعبان، ويدخل رمضان وهو بيجري ورا الأجر مش عارف يلحقه. ما تضحكش على نفسك وتقول لما رمضان يجي هتظبط. رمضان مش سحر، رمضان بيطلع اللي جواك. لو جواك صدق هيقويه، ولو جواك كسل هيكشفه. ربنا مش محتاج عبادتك، انت اللي محتاجها. انت اللي محتاج الصلاة علشان تقوم واقف، ومحتاج القرآن علشان تفوق، ومحتاج الذكر علشان قلبك ما يموتش. الكسل في العبادة علامة خطر مش عيب، العيب انك تكمل ساكت. رجب بيقولك الحق نفسك قبل ما تتفاجئ برمضان وانت مفلس من القرب. الحق قلبك قبل ما يتعود الغفلة. الحق التوبة قبل ما تأجلها الوقت ما يجيش. مش مطلوب منك تبقى صالح فجأة، ولا مطلوب دموع ولا مشاعر. مطلوب قرار انك ترجع حتى وانت مش حاسس، حتى وانت تقيل. قوم صلي وانت مكسل، افتح المصحف وانت زهقان، قول استغفر الله وانت تايه. الطاعة ساعات بتيجي بعد الفعل مش قبله. رجب آخر فرصة تدخل بيها شعبان وانت صاحي، وتدخل رمضان وانت عبد مش متفرج. لو ما بدأتش دلوقتي هتندم وانت سامع أذان أول يوم رمضان وتقول يا ريتني كنت فقت بدري.